بنسمع كل يوم حد يقول الاسيو مات او اسيو ازداد، لكن خليني اقول لك الحقيقه اللي محدش بيقولها. الترافيك نزل، ناس بتقول نزل بنسبه 25%، ناس بتقول نزل بنسبه 60%. الاي اي اوفر فيو بقت بتظهر في كل السيرش حرفيا. 60% من البحث بيخلص من غير كليك. الارقام حقيقيه بس التفسير غلط. الترافيك اللي نزل في مجمله هو الترافيك الانفورميشنال، يعني هاو تو، وات از، ايه اهم حاجه، وهكذا. الناس دي مش بتروح لجوجل اصلا دلوقتي، هي بتسال الاي اي مباشره. بس المواقع اللي عندها بوتوم وموديل اوف ذا فانل قوي، الزوار بتوعهم تقريبا ستيبل او بيزيدوا بغض النظر عن السورس اللي بيجي لهم منه الزوار دول. يعني ممكن يجوا لهم من الرانكينج في جوجل، ممكن يجوا لهم من الاي اي اوفر فيو، ممكن يجوا لهم من الاي اي موديل زي تشات جي بي تي وغيره. انا عن نفسي الحس ده في شغلي، الترافيك في مواقع بشتغل عليها ممكن ينزل بس السيلز ماشيه زي ما هي او ممكن افضل من البروجكشن كمان. طب ليه ده بيحصل؟ لان الاي اي سواء كان اي اي اوفر فيو او اي اي مودلز مش بيلغي الترافيك، وانما بيقطع مسافه من السيلز فانل. يعني يجي لك العميل شبه جاهز، بيجي لك هو في مرحله الميدل اوف ذا فانل او البوتوم اوف ذا فانل، يعني اللي نزل من الترافيك بتاعك اللي كانوا هيمشوا من غير ما يشتروا اصلا. فالاسيو مش بيموت، الاسيو بيتنقى. اللي شغال بيسك كيوردز، بلجن، مقالات اي اي بدون كونتكست بيموت او مات من زمان. اللي بيبني براند واللي بيعمل انتيتي واللي بيبني اوثوريتي بياخد حس اكبر مع الوقت وبيستغل التغير ده في صالحه. الاي اي مش بيموت الاسيو، الاي اي بيكشف الاسيو الكسول او اللي بيشتغل غلط. وتقدر تشوف الفيديو الطويل في كل النقاط دي. ممكن حضرتك تدخل على تشات جي بي تي مثلا بس من حساب مش بتاعك، اسال السؤال اللي في الغالب العميل المؤهل اللي الكواليفايد ليد بيساله قبل الشراء، وتشوف البراند بتاعك مذكور ولا لا، ولو مذكور مذكور في انهي سياق، ولو مش مذكور مين المذكور وليه مذكور. والاجابه هي هتقول لك هل انت فعلا بتخسر الاي اي ولا كده كده خسران في كله. لان في الغالب لو مذكور في جوجل بنسبه كبيره جدا بتكون مذكور في الاي اي سيرش. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.